أعزائي أهلا بكم معنا ومن داخل كلية الإعلام بجامعة المنوفية وقسم الإذاعة والتلفزيون. يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذة الدكتورة نادية القاضي عميدة الكلية. أهلا بك ضيفة عزيزة غالية علينا. ربنا يخليك، أهلا بحضرتك يا فندم. يعني رسالة بتوجهها حضرتك النهارده من خلال هذه الورشة يا فندم، بتقولي إيه لأبنائك من الطلبة والطالبات؟ بقول لهم إن ورشة التصوير بالموبايل دي ورشة مهمة جدا، خاصة إن إحنا في عصر الموبايل دلوقتي بننقل بيه الأخبار والأحداث وكل حاجة، فمهم جدا إن أنت تتعلم إزاي التصوير الصح بالموبايل عشان تقدر يعني تبعت الصورة بطريقة صحيحة ومظبوطة للموقع أو للصحيفة اللي أنت هتشتغل فيها، فدي مهمة جدا في إطار التصوير التلفزيوني المتقدم. مهمة جدا لقسم الإذاعة والتلفزيون. أنا بخرج طالب متميز يقدر يشتغل بشكل كويس جدا في مجال الإعلام. أنا عايزة أشكر الدكتورة هويدا الدور رئيسة قسم الإذاعة والتلفزيون على المجهود اللي بتبذله في مجال الورش التدريبية، وخاصة إن هي تدعم الجانب النظري للطلاب بالجانب العملي واستضافة الخبراء. برضه بشكر الدكتورة شيرين البحيري في قسم الصحافة، اللي فيه كمان ورشة دلوقتي حضرتك عن التحرير الصحفي في قسم الصحافة شغالة معانا الأستاذ الكبير عبد الرحمن سعد، نائب رئيس تحرير الأهرام والصحفي بالديسك المركزي في الأهرام. فأنا بشكرهم جدا على هذه المجهودات الكبيرة. كل توفيق. طبعا زهرة العرب الورشة طبعا مهمة جدا، وأنا سعيدة إن أنتوا بتغطوا الورشة النهاردة. الورشة بتتكلم عن تقنيات التليفون المحمول واستخداماته، ودي حاجة مهمة جدا للطلبة. طبعا مش كل طالب يقدر يستطيع ان هو يجيب كاميرا تصوير ويصور بها المشروع بتاعه او يصور المنتج النهائي لأي شغل هو بيعمله. فأنا كان ده هدفي للورشة، ان انا يستخدم ازاي التليفون ويستخدم التقنيات بتاعته حتى لو هي بسيطة، ازاي يستخدم الوضعيات الصحيحة سواء اللي هي الرأسية او الأفقية. التليفون مش لوحده هو بس اللي بيديني الصورة النهائية، لا جنبه مجموعة من العوامل بتساعد ان الصورة تطلع كويسة، بجانب كمان برامج المونتاج. فده كله النهارده الورشة تناولته بشكل جيد وبشكل مميز، ان هو يقدر يصور صورة وفيديو متكامل بشكل احترافي. الورش دي مهمة جدا، بتساعدني ان انا باخد معلومات تدريبية جديدة من الواقع اللي احنا عايشينه، من الميدان التدريبي، الممارسه والتدريب. الورش مهمه للممارسه والتدريب جدا. ما ينفعش طبعا ان انا اعرف حاجه نظريه وما ينفعش ان انا اطبقها، لازم التطبيق والممارسه. واي اعلامي مش طلاب كليه اعلام بس، الممارسه والتدريب مهمه لاي شخص حتى لو هو في حياته العاديه، لو ما مارسش الحاجه بينساها، لكن مع التدريب والممارسه المستمره بقدر اوظف الحاجه بتاعتي صح. أعزائي ومن داخل قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة المنوفية، وسعدنا أن نستضيف الأستاذة الدكتورة هويدا الضر رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون. أهلا بك ضيفة عزيزة غالية علينا. اهلا بحضرتك وشرفنا جدا وجود حضرتك. اهلا بالزهره في كليه الاعلام النهارده. احنا بنحاول نربط دايما الاعلام بكل ما هو مستجد وما هو مستحدث في مجال التكنولوجيا الرقميه. التصوير من الموبايل اصبح شائع جدا للجمهور العام حتى مش للمتخصص، فما بال حضرتك لما يكون حد متخصص في الاذاعه والتلفزيون، فبالتالي لازم نعلمه ازاي يستخدم هذا التصوير بشكل احترافي وبشكل هادف، وليس بشكل عشوائي، او ان يكون هناك استخدام لهذا الجهاز او هذه التقنيه الحديثه في مجال الانتاج الاذاعي والتلفزيوني. رساله بتوجهها لابنائك من الطلبه والطالبات في قسم الاذاعه والتلفزيون على ان يستفيدوا من هذه الورش. الرساله الاولى اللي بوجهها لطلابي وطلابي بشكل عام، انك انت دايما تربط بين الجانب الاكاديمي والجانب العملي والمهني. اذا الاعلامي اكتمل عنده هذه العناصر الثلاثه من حيث الفن والموهبه والعلم، وصقل كل ذلك بالتدريب المهني والمواكبه لكل ما هو مستحدث، واعتقد ان احنا في اطار يعني تخريج اعلامي متميز بكليه الاعلام. كلمه بوجهها ان بشكر حضرتك، بشكر الزهره على اهتمامها المتزايد وتعب حضرتك معنا دايما في تسجيل كل هذه الفعاليات التي تخص كليه الاعلام، وحضرتك نموذج للاعلامي المحلي اللي بيهتم بالقضايا المحليه واهمها قضايا التعليم في الجامعه. فبشكركم في البدايه، بشكر سعاده الدكتوره الاستاذه الدكتوره عميده الكليه على دعمها لهذه الورش. حقيقه لولا دعمها وتسخيرها لكل امكانيات الكليه لخدمه هذه الورش وموافقتها طبعا ما كناش هنقدر نعمل هذه الورش. هي فعلا تفهمت واتفقنا على اهداف محدده. بنشكر سعاده الدكتور رئيس الجامعه الدكتور عادل مبارك والدكتوره نانسي اسعد نائب رئيس الجامعه على دعمهم ايضا للكليه وتزويدها بكل الامكانيات اللي بتمكننا فعلا ان احنا نعمل التدريب في احسن صوره. مشاهدينا الاعزاء اهلا بكم معنا ومن داخل كليه الاعلام بجامعه المنوفيه. يسعدنا ان نجري هذه اللقاءات مع عدد من الطلبه والطالبات حول ورشه التصوير بالموبايل. بنتعرف بيك. اهلا بحضرتك محمد. انا بدايه
دينا عبد الرحمن، كليه الاعلام، الفرقه الثالثه، قسم الاذاعه والتلفزيون. ودينا قولي لنا باختصار استفدت ايه من الورشه النهارده؟ حقيقي الورشه كانت مهمه جدا، عرفنا اساسيات التصوير وازاي المفروض ان انا بصور بالموبايل، بما ان الاغلب فينا مش بيبقى عنده كاميرا، فازاي كلنا كده كده عندنا موبايلات، فازاي بقى نستخدمها بطريقه تفيدنا بشكل كبير. الزوايا بالظبط نستخدمها ازاي، ناخد اللقطات ازاي، ناخد الاتجاه ذات نفسه بتاع الموبايل بناخده، هل عمودي ولا هل افقي، حقيقي استفدنا بشكل كبير جدا. رساله بتوجهها لزمايلك اللي بيدرسوا اعلام المفروض ان هم يعملوا ايه علشان يبقوا متميزين؟ شفت تدريبات كتيرة جدا على اليوتيوب وكل وسائل التواصل، السوشيال ميديا بشكل عام هتفيدكم أكيد. طبعا نستكمل مع بعض لقاءاتنا مع إحدى الطالبات. بنتعرف بيكي. أنا اسمي رنا السعيدي، طالبة في كلية الإعلام، فرقة ثالثة قسم إذاعة التلفزيون. لخص لنا اللي استفدتيه النهارده في الورشة يا رباني. بصراحة أخدت عرفت حاجات عن أساسيات التصوير والزوايا واللقطات، وإزاي أصور من على التليفون مثلا، آخد اللقطة إزاي والكادر بتاعي يكون مظبوط، والصورة أحاول آخدها من كذا منظور، بس يكون المنظور بتاعي حسب الزاوية اللي أنا عاوزة المشاهد يشوفها. حاجات كويسة جدا استفدتها من الورشة. إذاعة وتلفزيون، أمنياتك إيه في المستقبل؟ هو الحقيقة أمنيتي إن أنا إن شاء الله أتشهر وأبقى مذيعة كبيرة على التلفزيون، والناس كلها تشوفني، وفي نفس الوقت أقدر أفيد بلدي بمعلومات هادفة وإعلام هادف وإعلام رقمي صحيح، مش زي الإعلام اللي إحنا بنشوفه اليومين دول. نستكمل معا تغطية من داخل قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام لورشة التصوير باستخدام الموبايل. بنتعرف بيكي. أنا سلمى عبد الباقي، طالبة إعلام قسم الإذاعة والتلفزيون. قولي لنا بقى استفدتي إيه من الورشة النهارده وإيه الإمكانيات اللي اتعلمتيها؟ طبعا الورشه كانت مهمه جدا في التصوير بالهدف المحمود. كلنا بنحب التصوير كاعلاميين، ومهم جدا ان احنا نتعلم حرفه او مهنه التصوير، ولكن ما بيتوفرش معانا الامكانيات الكافيه زي الكاميرات العاليه والعدسات اللي بقت باسعار مهوله. فورشه النهارده كانت مهمه جدا انها تعلمنا اساسيات التصوير والاحتراف كمان في مهنه التصوير، ولكن بالموبايل، وده قليل جدا اما نلاقي حد بيدي كورس او ورش في الحاجه دي. كل واحد له حلم وله امل. انت املك ايه بقى في دراسه الاذاعه والتلفزيون؟ انا نفسي ابقى مراسل تلفزيوني او اذاعي، ونفسي ابقى برضه مذيع نشره اخبار، واكيد نفسي يبقى ليا خبره كبيره في مجال التصوير، لان ده مهم لاي اعلام. رساله اخيره بتوجهيها لزمايلك من طلبه الاعلام بتقولي لهم ايه عشان يتميزوا؟ طلبه اعلام لازم تركز في كل المجالات، تاخد خبره في كل حاجه، تصوير، اعداد، مونتاج، لازم يكون عندك خبره في كل المجالات الاعلاميه عشان تبقى اعلامي متميز وصحفي شاطر وتكتسح الساحه ان شاء الله. ونستكمل مشاهدينا الاعزاء هذا اللقاء مع الدكتور محمود جبريل بكليه التربيه النوعيه جامعه المنوفيه، ورشه عمل تدريب طلبه كليه الاعلام قسم الاذاعه والتلفزيون على التصوير بالموبايل. اهلا بحضرتك ضيفا عزيزا غاليا علينا. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمود، نصائح سريعه قلتها النهارده خلال هذه الورشه للطلبه والطالبات، ركزت عليها يا فندم؟ ركزت على تنظيف العدسه بتاعت الموبايل، الوضعيه بتاعت الامساك بتاعت الموبايل، الطالب يمسك الموبايل يحدد او يثبت طريقه لمسك الموبايل، يا اما بالطول يا اما بالعرض، اختيار المشهد المناسب للتصوير، التركيز على الاضاءه باستغلال الامثل للاضاءه، الاهتمام بتكوين الصوره، ان يكون في عندي الصوره فيها عناصر متكامله. لو في عندي ملحقات عايز استخدمها في الموبايل زي الحوامل او العدسات الملحقه لمزيد من الاتساع لتوضيح الصوره بتاعته، يبقى عادي مفيش مشكله. كليه الاعلام او طلبه كليه الاعلام ليهم دور كبير جدا في نشر الوعي والثقافه على مستوى الجمهوريه، يا ريت يستغلوا الكلام ده او موضوع التصوير لنشر الوعي ده من خلال الفيديوهات اللي هم يقدروا يصوروها باستخدام الموبايل، نظرا لعدم قدرتهم مثلا ان هم ممكن ما يكونش يعرفوا يستخدموا الكمبيوتر، بس يعرفوا يستخدموا الموبايل كويس جدا، فيقدروا ان هم يوصلوا الرساله اللي هم عايزينها عن طريق دي. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معنا ومن داخل كليه الاعلام بجامعه المنوفيه. يسعدنا ان نجري هذه اللقاءات مع عدد من الطلبه والطالبات
حول ورشه التصوير بالموبايل. بنتعرف بيك. اهلا بحضرتك محمد، انا ردينا عبد الرحمن، كليه الاعلام، الفرقه الثالثه، قسم الاذاعه والتلفزيون. الورشه كانت مهمه جدا، عرفنا اساسيات التصوير وازاي المفروض ان انا بصور بالموبايل، بما ان الاغلب فينا مش بيبقى عنده كاميرا، فازاي كلنا كده كده عندنا موبايلات، فازاي بقى نستخدمها بطريقه تفيدنا بشكل كبير. الزوايا بالظبط نستخدمها ازاي، ناخد اللقطات ازاي، ناخد الاتجاه ذات نفسه بتاع الموبايل بناخده هل عمودي ولا هل افقي، فيستفدنا بشكل كبير جدا. انا اسمي رنا السعيدي، طالبه في كليه الاعلام، فرقه ثالثه قسم اذاعه التلفزيون. فبصراحه اخدت عرفت حاجات عن اساسيات التصوير والزوايا واللقطات، وازاي اصور من على التليفون، مثلا اخد اللقطه ازاي والكادر بتاعي يكون مظبوط، والصوره احاول اخدها من كذا منظور، بس يكون المنظور بتاعي حسب الزاويه اللي انا عاوزه المشاهد يشوفها. حاجات كويسه جدا استفدتها من الورشه. هو الحقيقه امنيتي ان انا ان شاء الله اتشهر وابقى مذيعه كبيره على التلفزيون، والناس كلها تشوفني، وفي نفس الوقت اقدر افيد بلدي بمعلومات هادفه واعلام هادف واعلام رقمي صحيح. انا سلمى عبد الباقي، ثالثه اعلام قسم اذاعه والتلفزيون. طبعا الورشه كانت مهمه جدا في التصوير بالهدف المحمول. كلنا بنحب التصوير كاعلاميين، مهم جدا ان احنا نتعلم حرفه او مهنه التصوير، ولكن ما بيتوفرش معانا الامكانيات الكافيه زي الكاميرات العاليه والعدسات اللي بقت باسعار مهوله. فورشه النهارده كانت مهمه جدا انها تعلمنا اساسيات التصوير والاحتراف كمان في مهنه التصوير، ولكن بالموبايل. وده قليل جدا اما نلاقي حد بيدي كورس او ورش في الحاجه دي. انا نفسي ابقى مراسل تلفزيوني او اذاعي، ونفسي ابقى برضه مذيعه نشره اخبار، واكيد نفسي يبقى ليا خبره كبيره في مجال التصوير، لان ده مهم لاي اعلام. اهلا وسهلا حضرتك، معاك منيره مصطفى، كليه الاعلام جامعه المنوفيه، قسم الاذاعه والتلفزيون. هو في الحقيقه الورشه كانت كويسه جدا في الجزء العملي، لان الحاجات دي احنا اوريدي خدناها قبل كده، ولكن كانت محتاجه انها تطبق على التليفون اكتر، لان احنا كنا بناخدها على الكاميرا بتاعت الاستوديو والكلام ده، ولكن كنا محتاجين شويه تطبيقات عمليه على التليفون، وخصوصا ان احنا ما عندناش لسه الامكانيات الكبيره بتاعت الكاميرا وكده، عشان التليفون هيساعدنا شويه في الاسايمنتات اللي عليه. هو الحقيقه الاحلام لسه دلوقتي متمثله قدامي في ان اتعلم. بعد ما اتعلم بقى ابدا اشوف انا محتاجه اوصل لفين. انا حلمي دلوقتي ان انا اتعلم حاجات كتير، غير كده الحلم هيجي بعدين شويه.